لو ما يقول لي دع رجال أدخل أشوف صفحته، أشوف ما فعله، أشوف ما أتكلم، أشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عندي نقطتين مهمة نشتي نتكلم بها عن آل بيت الحجيلي. شوفوا الناس إلى وين وصلوا، المحافظ وأصحابه والمشايخ وصلوا إلى عند أحذية بيت الحجيلي، إلى عند رجلهم، يبوسوا رجلهم، يحببوا رجلهم، يحب راسه، يحب رجله، يحب نعاله، يخضع له، يتذلل له، يتمسكن له. شيخ محافظ له سمعته، له قوله، له هيبته، يتذلل بهذا الجاه، بحق المخوة، بحق العيش والملح، المهم يتصرف. شوفوا كيف الناس يفعلوا، مش زي بعض المفسبكين، ما عنده اي خبر، ما عنده اي علم، قال لك يفسبك ويقل قل 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 قل، يبقبق لي بقبقه ويعادوا ينرفز البيت الحجيلي ويتحدى. تتحدى ليش يا ابني؟ الآن الوقت وقت ما هو وقت نرفزة، وقت تحدي، ولا وقت ما هو؟ خلاص كملوا الناس، ما عاد فيش القضية انتهت. الآن قحقم، وصلوا لنهاية المرحلة، يا بها يا عليها، ما في إلا تذلل، ما في إلا خضوع، ما في إلا كلمة حالية، ما في إلا احترام، ما في إلا تقدير. استحوا على أنفسكم، مشوا هكذا الناس تتصرف، مشوا هكذا. عيب يلي عادكم تنغبشوا القضية، قال لك عادوا قاصر، عاده مدري ايش، عاده. خلاص الناس انتهوا، ما عادوا هذا الكلام، ما عاد محتاج له قاصر ما قاصر، ما عاد فيش هذا الكلام. مضت 26 سنة، خلاص الآن ندور كيف يعفي. لا تزودوا الطين بلة. هذا الذي يعمل نفسه انه رجال ولا لك دخل، ولا ويشتي يتدخل ويشتي قع رجال. يا اخي قع رجال وتكلم، واطلع بين الرجال وتكلم، خلينا نسمعك. قع رجال، لو ما ندخل نشوف صفحته، ادخل اشوف صفحة، اشوف ما فعل. لو ما يقول لي قع رجال ادخل اشوف صفحته، اشوف ما فعل، اشوف ما اتكلم، اشوف. تحصلوا يتابع شوية قحب حق ورعة، والله ما اتكلم ولا هو داري كيف يتكلم، يتابع له شوية قحب وورعة. هي وين الرجالة فيك يا رجال؟ وين الرجالة؟ هذه رجالة عندك؟ استحي على وجهك. عيب الكلام هذا، عيب. انت تنقص من قيمتك ذا الحين. انت قصدك ان معك قيمة، تنقص من قيمتك وتخلي متابعين لك يشوفوك زي الجزمة. فهمت؟ الآن المتابعين يقولوا هذا حقير، هذا تافه، لا تسمع لهذا التافه، ولا تعبر هذا التافه. واحنا مش والله ما تهز فيني شعرة واحدة ما تهزها، ولا لك دخل في الموضوع. تشتي تكلم بين الرجال واطلع اتكلم، خليك رجال واطلع تكلم. لكن تمكنني تعاليك كرجال تكلم، وقع رجال انت يا رجال، ورينا رجالتك. الموضوع الثاني، بيت الحجيلي طلبوا من الوساطة انه يحضر محمد طاهر سموم الى بين ايديهم في الساحة داخل البطانية، يفرشوا البطانية ويطرحوا في الساحة بين ايديهم هنا، وهم حرين مخيرين، يا يقتلوه يا يعفوا عنه. تمام؟ وهم معهم الحق انهم يكونوا مخيرين، هم فعلا مخيرين، لكن عسى الله ان يلين قلوبهم ويعفوا. وانا ارى يعني كرأيي الشخصي، رأيي الشخصي انه ما يدوه للساحة، لانه ما ينفع. كيف يقدر يشوف قاتل ابنه في الساحة يعني هذه صعبة جدا جدا. لكن ارى انهم الوساطة يخلوا البيت الحجيلي يعفوا، ويجهزوا العفو في ورقة ويبصموا عليه، ويخلوا الاعفاء عند واحد من الوساطات او عند المحافظ يخلوها هناك الوساطة، الورقة يخلوها عند المحافظ، ووقت الحضور او وقت المقصد يطلع الورقة الإعفاء. هذا الذي أراه أنا شخصيا، هذا اللي أراه شخصيا. يا أخي صعب
صعب لو ما تشوف قاتل ابنك، صعب جدا. فأنا أراها كذا. لكن يتو واحد من أخوته، من أي أحد يحضر إلى ساحة البديل عنه، إلى الساحة لا بين أيديهم، وورقة العفو يطلعها المحافظ وينطق بها ويتكلم بورقة العفو، وتكون هناك عفو. وبارك الله فيكم يا آل بيت الحجيلي، أنتم الرجال السباقون إلى هذه المواقف، مواقف الشرف. هذا أيجازيك بها أرحم الراحمين. أما الشعب والناس ما يجازوك. أرحم الراحمين جزاها عند الله. اتق رقبة، اتق رقبة، أنت اتق هذا الراس، تقول وجه الله، وأرحم الراحمين يعتقك في ذلك اليوم.